بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد، زخبركم حوات زخبركنا حاتم ملا عالم تركبوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير جزء عما بسورة التكوير. بس إحنا مالتيو السوخ عن إيه أب مبل عسر شوعت كفال زنبرنا زودنا يوم مالتيو بزعبا وإذا الموؤودة سئلت لنا قليس نافت مترشتات أو زبلنا يو السوخ عن إيه تاقوال نستيتي أب قريش جزي كتولد انكلا قوال سلزخونا سلزيدي لوا بهيوتا خلو كي موتت مالتو بهيوتا خلا أب مريت حفيرهم ويدما في حيرهم يقبروان يرم بهيوتا والسخ عن إيه رب العالمين يوم القيامة تحتتكم مخانا نساز نعاء زيكوني نتي قتالي أخم غيرو متان كسمعو وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت إلنا تتقبلنا من يرنا مالتي حجة مبل 18 كفال كنقصلينا جزء عما خوينو سورة التكوير أبتي وإذا الموؤودة مسودنا مالتيو وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. إيات بالحجي إحنا 14 آية مالتي مبل 14 آية. طبعا تات سورة التكوير كما جمرتها قليس أنا مالتي خاف حدا سجاب تشعت إنا ودينا نيرنا حجي كاب 10 سجاب 14 زلو زي كفال زي بإذن الله تعالى كنقول صينا مالتي. نمزخر زأكل طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. آية سورة التكوير أو تسورة. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. طبعا وإذا الصحف نشرت مالتك أنت مالتيو. الصحف له جمع صحيفة وهي ما يكتب فيها الأعمال. واعلم أيها الإنسان أن كل عمل تعمله من قول أو فعل فإنه يكتب ويسجل بصحائف على يد أمناء كرام كاتبين يعلمون ما تفعل. يسجل كل شيء تعمله حتى توافي به يوم القيامة. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني عمله في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا أي مفتوحا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. سورة إسراء مالتيو آية 14. قتيلون تايلو كلامنا الآن ونحن نتكلم يكتب. كلام بعضكم مع بعض يكتب. كل كلام يكتب. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سورة قاف آية 10. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لأن كل شيء سيكتب عليه. ومن كثر كلامه كثر سخطه، يعني الذي يكثر الكلام يكثر منه السقط والزلات. فاحفظ لسانك فإن الصحف سوف يكتب فيها كل ما تقول وسوف تنشر لك يوم القيامة. سلازيك الملسينا طبعا نفت آية وإذا الصحف نشرت بزعبا انتا يزرب زلو زحجي. الصحف كبهال كله جمع صحيفة سي صحف له نجر مالتيو
كم ورقة ديو مصحف ديو صحيفة يبهل مالتيو وهو يكتب فيها الأعمال كل سرحنا زتصحف له مالتيو تنقس تعبه كل نجر مزجب مالتيو مزجب مالتيو كم مزجب عينت وإذا الصحف نشرت يوم القيامة إتي تمزجبو زنبر سرحنا مصحفتنا كل خوتي مالتيو واعلم أيها الإنسان يلو أن كل ما تعمله من قول أو فعل فإنه يكتب كل زتقابرو نجراتسي تقبار يخون قال يخون نزاربو كل يمزجب مالتيو كله دوكومنت يخونين أبنت حجي أبزناي عالم نجر كنرئين كلنا أبتفال عليه يسرح دوكومنتيشن قبوري بلوخا كله تقابرو مالتيو ولكن كله الدقيقة طبعا كمتي ناي رب العالمين زمزقبو زي كونه جن صحفو يبهل مالتيو ناي زخونه نجر حجي انترفيو خقبر كله حدا سبي صحف كله قال زبولو يمزقب ولذلك ازي كم مزقب مالتيو يتن قبرو تقبارات سي حنت بحنتي تعبتن اسي صحف نمنتاي يوم القيامة ودسب كحد سلازخونه كحدا من دي ودسب اي قبركم كبل سلازخل رب العالمين كا اي زلمن سلازخونه خمس بلنايو كل نجر يقمت لنا مالتيو يوم القيامة إذا ما صحفت زي إذا ما زجب زي يوت يعني يقربوا له مالتي ودسب تفضل إذا يسرح خاز جبر كايو أبز 10 عمد دين أب 5 عمد دين أب 6 عمد دين أب 8 عمد دين أب 100 عمد دين تفضل زي أن تنسرح خاتبه يقربوا له مالتي وهي ما يكتب فيها الأعمال واعلم أيها الإنسان كل زجبر كايو كم زجبل كمالتيو بصحائف على يد أمناء كرام طبعا ملائكة أبقوننا أبيمانا إدنان أقاما إدنان زلوزي أتوم كل خير زبلنا يوتنا يمين يتصحف حماق نبلو خاطنا يتأقام يتصحف مالتيو ولذلك يتعاملت يوم القيامة كمتصي مالتيو أبسورة وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه لرب العالمين يعني عمله في عنقه يوم القيامة كل واحد سسرحه أبتخسادو أبتقررو قربو إمالتيو ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا يوم القيامة مصحف يعني يدرس الكمالات يدرس لنا بمولو إذ قبرنايو سبحان الله كم سئل كم مصحف نورمالنا الدنيا مصحف لما خي مثلنا تعبه تنقس ولا تنتمتا ولا كل نجر يا أخت صحف مالتها مفتوحا كتاب مفتوح كهوني مالته انت يبال رب العالمين انت شو اقرأ أنبب كتابك مصحفك أنبب ناهي وتكاز نبران بزقبر كايو بمشتردي وبعلدي وكل نجر مالتيو اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا بعلخ توسني خشعو انتي بتصبق بيمانا ايد كادخات مصحف تقبلو بصقما يدي يقبلو سبا يفلطن علاماتات اللو مالتيو اب سورة الإسراء كلامنا الآن يلو حجت نحنا نبلو زلنا زربا خمس قبيو ننحد حدكم تزاربو زلكم كمس قبيو يلو ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد سلازي حدا ودسب زخون قال الزاربو مالتيو كم زمزقب وازا خمزي كونه كنفلت ألنا مالتيو طبعا إذا آية زخانئي ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إزم ملائكات زيهم بيمان زلو ناي حسنات بسقام زلو خاء ناي سيئات تنايمان ناي صبق الصحف صبق زقبلنايو صبق زبلنايو مالتي تناي صقام كأحمق زقبرنايو ولذلك يقول الحسن البصري وتلا في هذه الآية عن اليمين وعن الشمال قعيد يا ابن آدم بسطت لك صحيفة ووكل به ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك وأما الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك وجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة فعند ذلك يقول وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا سلازي الله سبحانه وتعالى كلتا ملائكة خبرات زخون ملائكة غيرنا بيمانا إدنا زلو تصبق سرحنا تصبق زربانا كمزقب اتنا يتأقام كأنئي ناي حماق نبلو ناي حماق نقبرو مالتيو وطبعا كل واحد دلاي يمرس دلاي يزارب على حسب اتي مصحفو زملئ مالتيو كموتن كله تمصحفو يعصو هيوت سلازودئ لايف سلازودئ افت قبريو مسؤول ياتو
يوم القيامة خا يريو اتسرحوا مالتي. ولذلك نحن قليل نجري مثلنا لكن تعبت أسجن كل نبلو كل نجبري مزجبلنا مالتي. ولذلك يلو الرسول صلى الله عليه وسلم انتايلو من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني حدث طعي اسلمنا زلو وإيمانه تنكر زخونه مالتي أبزي ملكوتو أي أتونيو أبزي ملكوتو أي زاربنيو زي فلط أنا جرون أي زاربنيو كم زفلت كوينو ويدما بجمت يخونيلو سقيلو خزارب يبلون لأنه كزلم سب سلازي خائل أبزن بخاتو سلازي خائل زي الراجع جت أنا جر كزارب يبلون مالتيو. سلازي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه للرسول صلى الله عليه وسلم مليسوخ أنتايلو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. انتايلو الرسول صلى الله عليه وسلم حدا إيمان الناس بهال سبت خوينو بيوم القيامة زأمن تخوينو ويتصبغ إزارب ويدما أفحيزو سوق يبليلو لأن كل شيء سيكتب عليه ومن كثر كلامه كثر سقطه. سلازي كل نجر كتصحف له سلازخونه حدا سب سوق تبلي حيش مالتيو اندحر بزح زارب كوينو جن بزح جيجاتات كم زجبر أب بزح جيجاتات كم زأتوخ فلت اللو فاحفظ لسانك فإذا الصحف سوف يكتب فيها فإن الصحف الذي سيكتب فيها كل ما تقول وسوف تنشر لك يوم القيامة. سلازي أفكا حاز ملحسك أكب بزحية الزارب إلو لأنه تتزارب كا كل نجر كتصحف الكايو وتتصحف خا يوم القيامة كمت إلو مالتيو أبزي بزعبا صحف انتي مخانو قليت أوديو أتصيلو خا وإذا السماء كشت أتزب الآية مالتيو السماء الآن سماي مالتيو سقف محفوظ قوي شديد. قال تعالى والسماء بنيناها بأيد إلو بسورة الزاريات آية 4 شوعة أي بقوة. وقال تعالى وبنينا فوقكم 7 شدادا بسورة النبأ آية 10 تخلت أي قوية وفي يوم القيامة تكشط يعني تزال عن مكانها كما يكشط الجلد عند السلخ البعير عن اللحم. سلازي السماء كشطت مالت يوم القيامة كترقفيا كتل عليها تا سماي كم زحجي تنكرا تطويلا زلا يكونتن لأن رب العالمين تنكرا خمس خون السماي نجرنا وبنينا فوقكم 7 شدادا يلنا بالعليكم شوعت سماوات مالتين العلي حيال زخون رب العالمين خلقوه. سلازم منهم كجبر أي خلمات يوم القيامة تكشط يعني تزال تلقس مالتها عن مكانها كما يكشط الجد عن سلخ البعير. لك 50 بعراي قربوتو مزيزة بالكاتو تصو كومو خاني إتا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة نتا سمايكا كوم إلى كترقف يا مالتيو يكشطها الله عز وجل ويطول بها جل وعلا. بينما الله سبحانه وتعالى نزي سماي زخاني يوم القيامة سي كمزل قصو مالتيو يكشطها الله عز وجل ثم يطويها جل وعلا يعني عصفة خلاص تودي اسلو زخونه عصف يبلا رب العالمين بيمينه بإيده مالتيو كما قال تعالى والسماوات مطويات بيمينه بيمانا إيدو الله سبحانه وتعالى يعصفو مالتيو. بسورة الزمر آية 6 شوعة يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. رب العالمين تايلو السماء تمريتسي لك 5 مصحف عصفها بالكات عصو كودن كلكم مالتي خون. بسورة الأنبياء آية 204 يعني كما يطوى السجل للكتب يعني الكتاب أو الكاتب إذا فرغ من كتابته طوى الورقة حفظا لها عن التمزق وعن المحي. فالسماء تكشط يوم القيامة ويبقى الأمر فضاء إلا أن الله تعالى يقول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 سورة الحقة آية 10 شوعة. سلازي يعني السماء كمان سي رب العالمين لك 5 مصحف تعصو كم خوني يوم القيامة مالتيو كما يطوى السجل للكتب لك 5 مصحفتي ويدما مزجبك تعصو مالتيو يعني الكاتب إذا فرق كتابته حدث مصحف كود كله تمصحف ودي يعصو مالتيو حفظا كي بلاشو أبحمق كي ودق إلو مالتي. فالسماء تكشط يوم القيامة ويبقى الأمر فضاء إلا أن الله تعالى يقول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. سلازي يعني كيف تخوني مالتي يوم القيامة خون كله لكن رب العالمين أبز آية زخ بسورة الحق انتهي لنا
ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. يكون بدل السماء التي فوقها الآن العرش، لأن السماء تطوي بيمين الله عز وجل، يطويها بيمينه ويهزها، وكذلك يقبض الأرض ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وإذا سلزي أبزي مالتي إذا آيازي إذا السماء كشطت زبل كل زناي آياز قلت لنا مالتيو، يعني السماء مستخفته مالتيو كفت مسكونة. الله سبحانه وتعالى انتلو ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 شمونت سبات شمونت ملائكة عفون أبت سورة الحق آية 10 شوعتن يا ربي عرش تسكيمو موزخود مالتهم. يكون بدل السماء كند سماي عرشنا يا رب مقول مالتيو التي فيها فوق الآن، لأن السماء تطوي بيمينه بيمين الله عز وجل، يطويها بيمينه ويهزها، وكذلك يقبض الأرض ويقول أنا الملك أين الملوك الأرض. سلازي اتي سماي مستبلة مالتيو مس تخفته ويدما ناي رب العالمين عرش مسكونه كندي بدل السماء التي فوقنا كندي تبلع لنا زخون سماي مالتيو فوقنا الآن العرش عرش ناي رب العالمين أبلع لنا خون مالتيو، لأن السماء تطوى بيمين الله عز وجل، يطويها بيمينه ويهزها، وكذلك يقبض الأرض ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض. سلازي الله سبحانه وتعالى إزي حيل زخاء سلزلوه اتي أبلع لنا سماي تخون كالق سماي خون بتنا أمرنا يا رب مالتيو، ويطويها بيمينه ويهزها، وكذلك يعني نتي مريت نتي السماء نتي خلص رب العالمين سي بقللو عطاطيفو من كم زي نبرخ قبره خيل مالتيو وكم تلك عن مريت زقبرة انتهي له كله مسودة أنا الملك أين ملوك الأرض، أنا نقص ما قبله تومنا مريت زنبور نقصاتي له. وإذا الجحيم سعرت قص المالتيو زآية إزي بزعبا وإذا السماء كشيطت كخون كله قد يلزمت آية خانئي كمتي رب العالمين أين أنا الملك أين ملوك الأرض له زود مالتيو أنا نقص يمو قبله توم مريت زنبورو نقصات إلو الله سبحانه وتعالى يحتت يوم القيامة مريت كله كعصون كله مالتيو كدمدم كله نايز الدنيا نجر ناب نأخيرا خالف رب العالمين أنا نقص مو قبله توم ناي مريت زنبورو نقصات يبل زمل سلو أي ركبن مالتيو. وإذا الجحيم سعرت قصيلون تايلنا مالتيو إذا جهنم كأ إذا حوو خان تقاتل. الجحيم هي النار وسميت بذلك لبعد قعرها وظلمة مراءها تسعر أي توقد، وما وقودها الذي توقد به وقودها الذي توقد به. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة بسورة التحريم. بدلا ما توقد بالحطب يكون الوقود بالناس، وقود الناس يعني الكفار، والحجارة حجارة من نار عظيمة شديدة الاشتعال شديدة الحرارة، هذا تسعير لجهنم. وإذا الجنة أي الجنة دار المتقين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طبعا إذا جحيم زخاء نقدم بزعبا جحيم قصيلو مالتيو جحيم مالت جهنم مالتيو، وسميت بذلك كان من تأخذ لا تتسوي عدما لأنه تناير حقاتا تي عمقا نوح سلزخونه مالتيو تسعر أي توقد تقاتل، وما وقودها الذي توقد به تي تقاتل له خانئي به. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا. كم ترب العالمين زبلنا بسورة التحريم آية 6 أنتم إيمانياتات نفسكم من بيتسبكم من خبحوي أدحنوا لنا مالتيو. بدل ما توقد بالحطب يكون الوقود الناس كندي اتي بعنج ايتي زقاصل مالتيو بتيم دق سبات مقاصل يخون مالتيو وتم كفار توم نايرب منقد زي خدو مالتيهم. والحجارة أيضا والحجارة حجارة من نار عظيمة اتي امنخ عني بتاعم حيال زخونه كاب جهنم والعياذ بالله زمت مالتيو شديدة الاشتعال بقلل تقاصل شديدة الحرارة بتاعمي وعزلو مالتيو، هذا تسعير جهنم إذن جهنم مالتيو. وإذا الجنة أزلفت كعيلو
الجنة دار المتقين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. ناي الجنة قداي دما نتم إيمانياتاتن نتم تقوى زلوم كنخرجا إلو دحرك الجنة خنبل كنخا عين زي رأيته إذن زي سمعته ولا أب قلبنا أتو زي فلت نجر يخرج كم مالتيو يعني قربت قريبة مالتيو وزينت للمؤمنين وانظر الفرق بين هذين الآيتين وانظر الفرق بين هذا وذاك دار الكفار تسعر وتوقد ودار المؤمنين تزين وتقرب وإذا الجنة أزلفت. كل هذا يكون يوم القيامة إذا قرأنا هذه الآية: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجلت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. إذن آياتات زين كأني هذه 12 جملة له. إذن جملة زين 10 دخلت جملة إلى الآن لم يأتي بالجواب ملس يبولون. إذا كان مجمرتها مالتكم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت سقاب مترشتا وإذا الجنة أزلفت سقاب حجيلو ملس يبولون. انتهي دقاء لم يأتي بالجواب لأنه كلها في ضمن الشرط زبهر إذا الشمس كورت، فالجواب لم يأتي بعد ذلك يكون إذا كانت هذه الأشياء قال تعالى علمت نفس ما أحضرت، أي ما قدمت من خير وشر، كما قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. سلازي إذا كل زي مسترخبة مالتيو تي سماي مس يعني إذا الشمس كورت صحي مسكدت ناي ورحتات ناي قوبو ناي عشار عطلت والوحوش حشرت إذا تزخل مسترخبة انت إخوان علمت نفس ما أحضرت ما ترشتو ما من نفسية زقبرتو سرحتو كتفلت أعمالتي يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. زخونت نفسية تركب مالتي تصبق تغيرات تصبق تركب حماق تغيرها حماق تركب مالتي، يعني يكون محضرا أيضا، يعني يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. أبقى آل عمران آية 3 زخونت نفسية يتخير زقبرتون تصبق تقبرتون كترخبوا إلو الله سبحانه وتعالى قلت لنا يعني يكون محضرا أيضا. وتود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. بسورة آل عمران آية 3 أنتيلو تود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا. هذا سبسي اتمصحف تصحافه ويتزنبو ويتصرح أخر يخلص بك أخر حقلو يعني سما أفتي سمين دبوبن كخون يتسألئن اتي زنبون تمصحفنا بدبوب السخ أب سمين كخون يتسألئن مالتيو. بسورة آل عمران آية 3 فتعلم في ذلك اليوم كل نفس ما أحضرت من خير أو شر في الدنيا. نعلم ما لا نعمل من خير وشر لكن سرعان ما ننسى نسينا الشيء الكثير لا من الطاعات ولا من المعاصي ولكن هذا لن يذهب سدى كما نسيناه بل والله هو باق. فإذا كان يوم القيامة أحضرته أنت بإقرارك على نفسك بأنك عملت، ولهذا قال تعالى علمت نفس ما أحضرت. سلازي تا نفسيا وننتاي كم زقبرت يوم القيامة كتفلت يا أي تفعان يدم حما أنصبقون زقبرتو كله تمزجيبو كترخبو إيمالتيو ودحر حما أسرح خوينو طبعا كرح قولي دلي ندحر تصبق سرح زرخبو خوينو خاء يحقسو جنة مؤتو يخون مالتيو. ولذلك طبعا نحنا يوم القيامة كل سرح زقبرنايو ولا حدا سب قدم 10 عامت زقبر كايو ذكرت الكايو أي ذكرونيو قدم 15 عامت زقبر كايو معلتاو زقبرو نبري مالت بحفش وانت يسرحو خفلت أخيل لكن الدقيق وحن تبع انت قنا أي ذكرونيو زلي موديو تزلي موديو تصبق لي جيرو حما لي جيرو ذكري كيلنيو. لكن يوم القيامة جن كل استجبر إخمت مالتيو نحنا كولا ترسعنا يا رب العالمين يرسعون مالتيو كوفي لو خصون حيو نسأل الله العفو والعافية.
نعيد ما حما أصرح عند حرقيو تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. أب آل عمران آية 3 تزسروحو خريئون كله يا ريت رح قليلو سقاب بعلو زسكحكح خون مالتي. فتعلم في ذلك اليوم كل نفس ما أحضرت من خير أو شر. حما أنصب أنص قبرت نفسيات فلت مالتيو. وفي الدنيا نعلم ونعمل من خير وشر لكن سرعان ما ننسى. أب الدنيا زي قبرنا قرنا نرسع مالتيو نسينا الشيء الكثير لا من الطاعات ولا من المعاصي ولكن هذا لن يذهب سدى كما نسينا. نحن رسعنايو لكن تحما أنصب أنص قبرنايو كفي لوت أنحنا بل الله هو باقي. الله سبحانه وتعالى ترى يسترف. فإذا كان يوم القيامة أحضرته أنت بإقرارك على نفسك بأنك عملته. ولهذا قال تعالى علمت نفس ما أحضرت. فينبغي بل يجب على الإنسان أن يتأمل في هذه الآيات العظيمة وأن يتعظ بما فيها من المواعظ وأن يؤمن بها كأنه يراها رأي العين لأن ما أخبر الله به وعلمنا علمنا مدلوله فإنه أشد يقينا عندنا مما شاهدناه بأعيننا أو سمعناه بآذاننا لأن خبر الله لا يكذب صدقا لكن ما نراه أو نسمعه كثيرا ما يقع فيه الوهم. قد ترى الشيء البعيد شبحا تعينه في تصورك وهو خلاف الواقع وقد تسمع الصوت فتظنه شيئا معينا في ذهنك وهو خلاف الواقع. فالوهم يرد على الحواس لكن خبر الله عز وجل فإذا علم مدلوله لا يمكن أبدا أن يرد عليه شيئا من الوهم لأن خبر الصدق في هذا الأمور التي ذكر الله في هذه الآيات أمورا حقيقية يجب أن نؤمن بها كأن تؤمن بها كأنك تراها رأي العين. ثم بعد الإيمان بها يجب أن تعمل بمقتضى ما تدله عليه من الألفاظ والانزجار والقيام بالواجب وترك المنهيات حتى تكون من أهل القرآن الذين يتلونه حق تلاوته. سلازي بحافشو انتاي مالتيو اتا نفسيا كل نجر كتفلت سلازو خونت يوم القيامة زرعنايون سمعنايون زقبرنايون كله تأكيبه تصرحنايو ونحنا طبعا قليل نجر زمسلنا مالتيو لكن يلو فينبقي بل يجب على الإنسان أن يتأمل في هذه الآيات العظيمة. حدا ود سبزن آيات زين كحسب لنن كمرامر لن اللو لأنه ات إيماننا زخون سب لا يقدم بزح نجر كالرأي بزح نجر كم حشيو لأن ما أخبر به وعلمنا مدلوله فإنه أشد يقينا عندنا مما شاهدناه بأعيننا أو سمعنا بأذاننا لأن خبر الله لا يكذب. سلازي مسترب العالمين زنقرنا كل حقيقات رقص أنياتات كنكون لنا لأنه الله سبحانه وتعالى كل زنقرنا حق مالتي. طبعا إذا كله الله سبحانه وتعالى زنقرنا زلو أبز آياتات الزخاء نحنا كله بملؤ خنأمنا لنا لأن الله سبحانه وتعالى حق زنقرنا لأنه خبر الصدق فهذه الأمور التي ذكر الله في هذه الآيات أمور حقيقية. زي الله سبحانه وتعالى القرآن زنقرنا كل حق نقري فانتاسي خي مثلنا ومن البات يخوني لنا نتأرأر يبلناني نائلو كأنك تراها رأي العين لك خمس بعين خاطر يؤذن لك غينو كسمعك له ماليتو. ثم بعد الإيمان بها يجب أن تعمل بمقتضى ما تدل عليه من الاتعاظ. مش سمعنا يوم استردأنا يرما لك خمتي آياتات زبلنا بهوتنا كنا تقبرو خنصعر لنا مالتيو. والقيام بالواجب وترك المنهيات واجبنا ندا قبرنا اتي اي تقبرو استباهلنا ندا قدفنا مالتيو حتى تكون من أهل القرآن. متان كابتم أهل القرآن كابتم أهل الخير الذي يتلونه حق تلاوته أتصبقهم زببون زقرؤون زردؤون كابأتهم نخنكون كنت أعرى لنا مالتيو. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم لك الحمد والشكر على كل النعم التي نعلمها والتي لا نعلمها التي لا تعد ولا تحصى. اللهم لك الحمد والشكر حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحانك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.